لأنكم نتوما باقيين. ملي غادي يكون علاش تبقاو راه غتبقاو، ملي ما يبقاش علاش تبقاو راه غتمشيو بحالكم. مادام الحمد لله نتوما باقيين، معنى ذلك أنكم بغيتيو تسمعوا للأمين العام ديالكم، بغيتيو تسمعوا للإخوان ديالكم المسؤولين، الأخت أمينة والسي سعيد، فيما سوف لن أجيب عنه. و مستعدين باش تصبروا حتى نكملوا. انا جيت لعندكم اليوم وقلت لكم كلام في الاول ديال الكلام، قلت لكم اللي كيهمني هو نتوما، ولكن كيظهر ما كنوضحش مزيان شنو كنبغي نقول، ما تنتفهمش مزيان. هاد القضيه ديال الغسيل ديال العقول وهذا الشيء، راه حتى واحد ما تيغسل حتى حاجه اللي ما يمكنلوش يغسلها، تيغسل داك الشيء اللي يمكن له يغسلو. حنايا قولوا لي، خصكم دابا يتسائلوا الاخوان ويجاوبوا، يكون عندهم الصراحه والوضوح. شنو اللي ما درناش حنا مزيان؟ خليو الاخطاء اللي دارت على المستوى المركزي، خليو القضيه ديال التوقيع ولا القضيه ديال كيف، ولا خليو داك الشيء. ولكن انتوما مع بعضياتكم، كانت الكولسه ولا ما كانتش؟ كانت شحال من حاجه ما خداماش ولا ما كايناش؟ ايوا سمحوا لي، علاش تنهضر معكم دابا؟ لان انا كنشوفكم وكنشوف الاخوان القدام، وتنشوف اخوان دابا الاخ ديال المحمديه ملي وليت امين عام المره الاولى مشيت درت معهم 5 اللقاءات، 5 نقادها من هنا يعوجوها لي، من هنا نقادها من هنا يعوجوها لي، في الاخر خليتهم مشيت في حالتي. لا بلاتي كنهضر على المره الاولى اللي كنت امين عام، اللي وليت امين عام في 2008. داك الشيء درت معهم ما درت مع حتى شي مدينه، فهمتيني ولا لا؟ 5 ديال المرات، ياك كتعقل الاخ الكريم؟ 5 اللقاءات عامه كنجمعهم كاملين، كنسمع لهم كاملين، وكنرد عليهم، وكنحاول نقاد بيناتهم ونصلح بيناتهم. علاش كدبزوا؟ قولوا لي علاش كدبزوا؟ ما بغيتوش تقولوا، انا نقول لكم. كدبزوا على الغنائم. وفين هي الغنائم؟ ما فهمتيوش؟ كلشي مشى، البرلمان مشى، كانت عندكم رئاسة الجماعة مشات، فهمتيني ولا لا؟ المستشارين، هذه هي الحقيقة، هي هذه. سمحوا لي الإخوان تنهضر معكم، سمحوا لي إلا قصحت عليكم شوية، كنتكلم معكم، راه لا مستقبل لكم إلا بقيتيو بحال هكذا. هذا الشيء هذا ما وقعش في المحمدية بوحدها. يسمحوا لي الإخوان المحمدية اللي عطيتهم كمثال، لأنه كاين فيهم إخوان عزاز عليا منهم هذا الأخ هذا اللي حضر. الإخوان الآخرين ما شفتش دوك الإخوان الآخرين اللي كانوا ديك الساعات فتشد لي نقطع لك. وطبعا كاين واحد الحاجه جريمه. شنو هي هذه الجريمه؟ لانه كيجيو ناس نيتهم حسنه، ماشي ما باغيينش المصالح، سي نورمال تبغي المصالح وتطمع فيها، عادي، ولكن لا يسلكون لها سلوكا، يعني سبلا غير مشروعه. بغاو الاخوان تزيد، ما بغاوش، الله يهنيكم اسيدي، شنو المشكل؟ فين ما وقفوا الاخوان نوقف، انتهى الكلام. ما نبقاش ندور الهضره الخاويه. خص الاخوان ديالنا كنقول لكم انا اللي كيهمني هو انتم، وحلفت لكم بالله، قسمت لكم بالله على شيء لا املكه، لانني متاكد منه، انه الا كنتم وانتم مستقيمين على الوجه المطلوب، وقلت لكم في انفسكم، لان نقول لكم واحد القضيه، الاستقامه اللي كنتكلم معكم عليها راه ما كتفهموهاش يمكن. كنتكلم معكم على الاستقامه الحقيقيه للانسان، كلمه ما مقداش ما يقولهاش. احرى ان يكون تصرفا او يكون دينا لا يقضيه او يكون عهدا لا يوفي به، هذا ما يمكن. اذا كان هذا الشيء هذا الاخوان سمحوا لي، اذا راه ما كاين والو. واش الصلاه والصيام فقط؟ اش تيقولوا جبال، اش تيقولوا؟ قال لك الصلاه عاده والصيام جلاده، واللي شكيتي فيه جربوا بهذا. اسمحوا لي، فكتقولوا لي احنا مستعدين نستعبد الاله، مستعدين باش لاش؟ مستعدين غير عاوتاني تخرجوا تبندوا ولا تصوروا في الوراق ديال الانتخابات ولا شيء من هذا القبيل؟
شحال جانا من أسباب الفشل والخسارة بهذه التصرفات، بالتصرفات من أنفسنا وبالتصرفات فيما بيننا وبالتصرفات مع المجتمع. كانت واحد السيدة كانت وزيرة، تنقول لها الناس كيتصلوا بك ما كتجاوبيهمش. قالت لي واش انا غنجاوب كل شيء؟ ما تجاوبش كل شيء، ولكن خصك دير الصواب مع كل شيء. ولا كان شي واحد ما كتجاوبش تكون واحد المبرر، لانه انتم الا ما بقيتيوش كتجاوبوا الناس في الهاتف، وما بقيتيوش كتحنوا على المساكين المستضعفين، وما بقيتيوش كتوقفوا مع المراه الارمله، وما بقيتيوش كتوقفوا مع العجوز ومع لا علاش تصلحوا؟ لا، شنو الفرق بينكم وبين الاخرين؟